ردة الفعل الأولى هي ردة فعل امتنان للسيد رئيس الجمهورية الذي وضع ثقته في شخصي كي أكون مرشحة الجزائر لهذا المنصب طبعا، وللسيد أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشؤون الإفريقية والجالية الوطنية بالخارج، وكل وزارة الشؤون الخارجية، وكل كل الحكومة الجزائرية، لأن هذا كان جهد الحكومة الجزائرية. فطبعا هذا إنجاز وافتخار لنا كجزائر، وطبعا تعبير عن الثقة التي تضعها الدول الإفريقية في الجزائر، وهذا يعبر عن مكانة الجزائر في إفريقيا ويؤكد عليه. فأنا طبعا فخورة بما يمثله هذا الإنجاز بالنسبة للجزائر. الحمد لله رفعت راية الجزائر عاليا، وهذا طبعا أكبر نجاح. فإن شاء الله سنواصل هذا المسار ونثبت أن الجزائر دائما وفية لمبادئها الإفريقية، مبادئ التعاون، مبادئ الوحدة، مبادئ التضامن، مبادئ النزاهة، مبادئ الحوكمة، مبادئ التسيير الراشد. وإن شاء الله هذا سيترجم في مساهمتي في تسيير أشغال مفوضية الاتحاد الإفريقي في هذا الشق. ومرة أخرى أهدي هذا النجاح للجزائر، للشعب الجزائري، ومرة أخرى امتناني للسلطات الجزائرية العليا.